وقفت قدام الأرض وبصيت على الزريبة. لقيت منظر عمري ما كنت أتخيل أشوفه. اتفاجئت واتسمرت في مكاني، مش قادرة أتحرك ولا حتى أنطق. فجأة سمعت صوت جوز عمتي من ورايا بيقول: إيه يا بنتي؟ عاجبك اللي بتشوفيه؟ اتخضيت ورديت بسرعة: إيه ده؟ إيه اللي بيحصل؟ قال لي: ما انتي شايفة. عمرك قبل كده شفتي حاجة زي دي؟ سكت ومش عارفة أرد. اتكسفت جدا وحسيت إن من اليوم ده حاجات كتير هتتغير. أيوة، الموضوع كان مع جوز عمتي. بصراحة ما كنتش متخيلة في يوم يبقى بيني وبينه أي كلام بالشكل ده، بس هو كان واضح إنه عايز يبين لي إنه راجل قوي وإنه مسيطر في بيته وحياته. ومن اللحظة دي حسيت إن حياتي اتشقلبت وكل حاجة حواليا بقت مختلفة. بس قبل ما أكمل حكايتي، اعملوا لايك للفيديو واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد وحكايات تانية مش هتلاقوها غير هنا. القصة بدأت من يوم ما رحت عند عمتي في المزرعة بتاعتها. المكان كان هادي وجميل، كله خضرة ومية، وأنا بطبعي بحب الأرياف. كنت وقتها مزعوجة من جوزي والمشاكل اللي ما بتخلصش، فقلت أغير جو عندها. عمتي كانت دايما ترفض إني أساعدها في أي حاجة. كانت تقول: أنت جاية هنا تستريحي مش تشتغلي. فكنت كل يوم الصبح أخرج أتمشى شوية وسط الزرع، أرجع ألاقيها محضرة الفطار. بس اليوم ده كان مختلف. سمعت دوشة جوه الزريبة. قربت عشان أشوف. أول مرة في حياتي أشوف منظر زي ده عن قرب. وقفت متسمرة مش عارفة أعمل إيه. فجأة لقيت جوز عمتي واقف جنبي من غير ما أخد بالي. قال لي: هو إيه التركيز ده؟ للدرجة دي مستغرقة؟ اتخضيت وقلت له: أنت واقف من إمتى؟ ما قلتش حتى أحم. ابتسم وقال: ما حبيتش أقطع تركيزك. أنا اتكسفت جدا ومشيت بسرعة. بس من وقتها الموضوع فضل شاغل بالي. رجعت البيت وسألت عمتي: هو أنتي وجوزك علاقتكم كويسة؟ بصت لي وقالت: أيوة يا بنتي، ليه بتسألي؟ قلت لها: أصل أنا عندي مشاكل مع جوزي، وكل ما أتكلم معاه يقولي عشان فرق السن. قالت لي: بصي يا بنتي، كل بيت وليه ظروفه. أهم حاجة إن الواحد يعرف يحافظ على بيته ويحل مشاكله من غير ما يسيبها تكبر. كلامها فضل يرن في وداني، بس أنا كنت لسه محتارة. الليل جه وقعدت أفكر في حياتي ومشاكلي. حسيت إني مش فاهمة نفسي ولا عارفة أتصرف. لقيت نفسي محتاجة أفضفض وأحكي حكايتي لحد بيسمعني. وعشان كده جيت هنا بحكي لكم قصتي زي ما حصلت بالظبط. القصة دي بتورينا إزاي الإنسان ممكن يضعف قدام أي موقف أو وسوسة، ولو اختار الطريق الغلط هيفضل ينزل فيه خطوة ورا التانية لحد ما يوصل لحفرة عميقة. المفروض بدل ما نستسلم نواجه مشاكلنا بحكمة ونطلب المساعدة من الناس اللي بنثق فيهم. الغلط لحظة، لكن الندم ممكن يفضل العمر كله.